جديدة لن تعجب المغاربة بخصوص التقاعد بالمغرب وردتنا قبل لحظات قليلة من الحكومة المغربية. قبل ما نبداو ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك على قناتكم كازاوية نيوز باش تتوصلوا بجديد اخبارنا المغربيه. كازاوية نيوز كتنقل لكم دائما اخبار فور علمنا بها باقي جديده وفي ميكتها، ما غتخسروا والو الا اشتركتوا معايا الان باش تتوصلوا بكل جديد اخبارنا المغربيه. وشكرا لكم. اخبار اليوم اخبار صادمه ولن تعجب الكثير من المغاربه. الموضوع كيتعلق بخصوص التقاعد بالمغرب وقرار جديد من طرف الحكومة غادي نتعرفوا على التفاصيل الآن، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاسا اليوم أن المشاورات مع باقي الفرقاء الاجتماعيين قد انطلقت بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تمكن من إنقاذ صناديق التقاعد من شبح إفلاس وشيك. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان اعترف في حديثه بأن الرفع مجددا من سن الإحالة على التقاعد إجراء لا مفر منه مع الأسف الشديد، وخاصة بعد حلول هذه السنة وبعد دخول صناديق التقاعد مرحلة العجز التقني واقتراب الأخرى من ذلك. الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020 أظهرت لنا بما لا يدع مجال للشك أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص تدهور بشكل متواصل وبشكل كبير كارثي جدا جدا، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027 بشكل رسمي، يعني عجز لا مفر منه، على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير. أما بخصوص نظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام فإن أحدهما الصندوق المغربي للتقاعد سجل أول عجز له سنة 2015 ويتوقع نفاذ احتياطاته بحلول 2028. أما فيما وضعية الثاني أفضل قليلا، إذ سيدخل مرحلة العجز هذه السنة على أن يعلن إفلاسه سنة 2044. كانت هذه هي آخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بهذا الموضوع وبخصوص التقاعد أو المتقاعدين بالمغرب، وهو قرار جديد لن يعجب المغاربة، لكن الحكومة الآن كتسارع باش تعتقل اللي ممكن تعتقل، لأن فعلا الأمر تدهور وبشكل كبير بخصوص طبعا هذا الموضوع وبخصوص الوضعية الاقتصادية بشكل عام. شكرا على حسن المتابعة. كنت